السلام بنات، كنتمنى احوالكم تكون طيبه على خير والصحه ديالكم كذلك. ومرحبا بكم معي من جديد في قناتي صالون ومطبخ آية. ومبروك عواشركم مسبقا. من قبل ما نبداو كما العاده كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك واللي لايك فضلا منكم وليس امرا. اليوم غنشارك معكم عسل منزلي كيتحضر بمكونات اللي جد بسيطه وكذلك في واحد الوقت اللي وجيز وسريع اللي ممكن تحضروا به المعسلات ديالكم. من قبل ما نبداو كما العاده كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك واللي لايك فضلا منكم وليس امرا. غندوزوا للطريقه في التحضير والمكونات كيف ما عودتكم دائما. اول حاجه كتجيبوا طنجره او كوكوت كما حضرت انا هنا كما كتلاحظوا، وكنوضع فيها قالب ديال السكر اللي كيوزن 2 كيلوغرام. مباشره كنفرغ عليه لتر ديال الماء بارد. انا هنا هذا القالب ديال السكر حضرته بالليل، من الاحسن تحضروه بالليل باش في الصباح تلقاو السكر ديالكم او القالب داب. كما كتلاحظوا هنا بلي فرغت عليه الماء كنوريكم الشكل ديالو باقي قاصح. ثم كنغطي عليه بلاستيك الغذائي وكنخليه ليله كامله. من بعد ما دازت ليله كامله مباشره هنا كنزول عليه بلاستيك الغذائي. كما كتلاحظوا القالب ديال السكر كله داب والسكر نزل لينا في اسفل، ولكن تيبقى قاصح. ضروري ما نحركوه بهذا الشكل هذا بواحد السباتيلا حتى كيتمزج لينا ويولي جاري بهذا الشكل هذا. مباشره هنا غنبدا نضيف ليه المكونات. عندي هنا حبه ديال الحامض اللي الحجم ديالها كبير اللي غسلتها وقطعتها دوائر كما كتلاحظوا هنا وزودت لها داك العظم او البذور اللي في الوسط. كذلك هنا جبت حبه ديال البرتقال او الليمون كذلك اللي قطعتها دوائر وغسلتها مسبقا وزولت لها داك العظم او البذور وقطعتها دوائر. ثم كنضيف هنا عويدات ديال القرفه. بالنسبه للكميه ديال عويدات القرفه كيبقى لكم اختيار، انا كنبغي العسل تكون فيه النسمه ديال القرفه غالبه، وبالنسبه للمسكه الحره كنخليها حتى الاخر. ثم كنمزج المكونات جيدا وكنوضعهم فوق النار كما كتلاحظوا هنا، وكنغلق على كوكوت مسبقا كنغلق عليها ثم كنوضعها فوق النار. وبالنسبه النار كتكون اللي هي متوسطه وكنخليها مده 50 دقيقه. من بعد ما كتصفر الصفاره كنحسبوا 50 دقيقه. من بعد ما صفرت الصفاره 50 دقيقه وطفيت عليها هنا كنوريكم الشكل ديالو. خاص ضروري بلي نحلو على كوكوت او طنجره لقاو الحامض والبرتقال كيولي بهذا اللون هذا كيكون كراميليزي. الا لقيتوا اللون ديالو باقي فاتح كترجعوه واحد مده 10 دقائق حتى كياخذ هذا اللون هذا. مباشره في هذه الاثناء كنزول قطع ديال البرتقال. هنا كنقرب لكم الصوره اكثر، خاص يكون بهذا الشكل هذا عن قرب. ثم كنزول كذلك الدوائر ديال الحامض. اهم مرحله في تحضير العسل باش تلاحظوا بان ناجح معكم هو اللون ديال العسل، خاص يكون الشكل ديالو بهذا الشكل هذا، وكذلك حتى الدوائر ديال البرتقال والحامض يكونوا كراميليزي. ثم مباشره كنزول عويدات ديال القرفه، واخر حاجه كنضيفها تقريبا ما بين 5 حتى 6 ديال الحبات ديال المسكه الحره كنضيفهم على العسل وهو باقي سخون. كنمزجهم مع بعضياتهم بواحد الملعقه خشبيه ثم كنرجع العسل يغلى واحد مده 10 دقائق حتى ل5 دقائق. من بعد ما كيعمل لنا هذا الرغوه او الكشكوشه بهذا الشكل هذا كيبغي بحال الشكل يبغي يفيض لنا، ثم مع التحريك كنطفي عليه النار وكنخليه جانبا. ولكن مسبقا غنشارك معكم الطريقه باش تعرفوا ان العسل ناجح معكم من قبل ما تخليوه حتى يبرد جيدا. كناخذوا واحد الصحن وكنوضعوا فيه قليل من العسل وكنخليه واحد دقيقه فوق سطح العمل، وثم كنوضعوا الملعقه في الوسط. الا تلاقى لكم العسل بسرعه يعني العسل خاصكم ترجعوه يغلى واحد مده 10 دقائق. الا ما تلاقاش لكم بهذه الطريقه كما كتلاحظوا كيكون ثقيل باش يتلاقى الخطوط ديال العسل، يعني العسل راه ناجح 100%. مباشره كنخليه حتى كيبرد جيدا غير فوق سطح العمل. من بعد ما برد العسل هنا غنشارك معكم القوام النهائي ديالو واللون ديالو كذلك. كما كتلاحظوا خاص العسل يكون بهذا الشكل هذا، خاص يكون عاقد. دائما العسل ديال المعسلات خاص يكون بهذا القوام هذا، يكون عاقد ما يكونش خفيف. كذلك حضروه مسبقا بليلتين او 3 ايام باش تلاحظوا القوام ديالو اكثر. الا كان خفيف كترجعوه يغلى ومده 10 دقائق. الا كان ثقيل كتضيفوا ليه مقدار ديال كاس بعبر كاس العنبه اللي كيكون ماء مغلي
وكتخليوه كذلك يغلى مدة 10 دقائق. النصيحة اللي نعطيكم هو أن العسل حضروه مسبقا إلا بغيتوا العسل يجي ناجح، وكذلك باش المعسلة ديالكم يجي لاصق فيها داك العسل، وكذلك يجي عاقد. هذه هي النصيحة اللي نعطيكم. كنتمنى فعلا هذا العسل تجربوه بمذاق ديال الحامض والبرتقال، راه كيجي أكثر من هائل. كذلك فايت اللي حضرت معكم في القناه ديالي انواع ديال العسل، غنخلي لكم الروابط اسفل الفيديو. كنتمنى فعلا تجربوه، وشاركت معكم جميع المراحل باش ينجح معكم، وتردوا عليا في التعليقات. وشكرا لكم، مع السلامه، الى فيديو اخر باذن الله.